يا مساء النور والسعادة على السكر الزيادة على أجمل أخوات في الدنيا. النهاردة هنعمل حاجة جميلة وكلنا أو معظمنا بنحبها، الراعي الرسمي للشتاء. بصوا ده عدس من غير أي إضافات، عدس بس كده. غلينا المية أهو ونزلت عليه بالعدس بعد ما غسلته وصفيته، حطينا خرطنا بصل، حاجة خفيفة جدا جدا أهو. شوية الشعرية اتحمروا. الطريقه دي بقى بطريقه جدتي، ما بيحطوش اي حاجه كمان على العدس، ما يعرفوش بقى يحطوا جزر ويحطوا بطاطس ويحطوا ايه الكرفس وكده وفص الثوم، ما بيحطوش كده، ده زمان يعني. فانا هعمل بطريقه زمان، بطريقه جدتي انا. من غير اي اضافات، البصل بس زي ما انتم شايفين كده وخلاص. دي بقى لحمه الناس الغلابه، والله حاسه ان هي شوربه لحمه باذن الله. الطريقه دي يعني كنا ناسينها زمان، فانا بجددها بقى معاكم النهارده. تمام كده. ونطش الطماطم. التوابل بتاعتنا فلفل وكمون ومرق الدجاج كده. هنخلي واحده بقى للشوربه، سنه ملح كمان. وده العدس بتاعنا، عدس سك، لا صودا ولا تلج، زي ما انتم شايفين كده. يبرد بس شويه كده وبعد كده نضربه في الخلاط. اول بقى ما يغلي كده هنسقط فيه الشعريه المحمر اهي. عملناه خفيف علشان الثوم اصلا اللي عنده اي حاجه في المعده بيزود حرقان المعده، الثوم اصلا وبيأثر كمان على القولون، فاحنا عملناه خفيف كده اهو. انتوا بقى زودوا الحبشتكنات بتاعتكم. وادي السريلاك بتاعنا، حط بقى شويه الشعريه. بسم الله. وبكده وصفتنا معاكم النهارده، يا رب تعجبكم. جربوا طريقتنا ومش هتندموا. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.